اخويا الزملكاوي قول عليا براحتك، تالت الدوري، رابع الدوري، حتى عشر الدوري، ما عنديش مشكله في الكلام ده خالص. المهم انك انت في الاخر لما الموسم ينتهي انت عارف الدوري مكانه فين. ولكن هنا بقى يبقى السؤال الاهم، هل الاهلي قادر انه يحسم الدوري في الاخر زي كل مره، ولا الموسم ده ممكن يبقى فيه مفاجاه؟ واهلا بيكم في قناتكم صوت المدرج. ولو لسه جديد معانا بدعيك انك تشترك في القناه وتفعل الجرس، وكمان تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من اخواتنا الاهلاويه. هنا هنتكلم بصراحه عن كل الانديه وعن كل البطولات وعن الاهلي والزمالك وبيراميدز والدوري وافريقيا من غير اي مجاملات لاي حد. يعني من الاخر حتى الاهلي اللي انا بشجعه لو غلط هطلع برضه اقول غلط. ويلا بينا نصلي على النبي ويلا نبدا الفيديو. بصوا يا جماعه، انا كاهلاوي عندي سؤال، اللي حصل في مباراه انبي قدام الزمالك عدى كده عادي؟ يعني اللي شاف المباراه شاف الهتافات والشد والجذب اللي حصل في المدرجات، وشفنا الشتايم وشفنا الخناقات وشفنا التوتر الكبير اللي حصل في المباراه. بس لما تيجي تبص على التقرير والعقوبات وتبص على تقرير الحكم وتبص على تقرير مراقب المباراه تحس ان المباراه كده ايه، عدت كده عادي، وان احنا هنطلع عقوبات على نادي الزمالك بس هيطلع باقل الخسائر. وانا هنا بقى مش بتهم حد، بس انا كاهلاوي شايف ان الزمالك ساعات بيطلع من مواقف كتير، من ساعات ده دايما يعني بيطلع باقل عقوبات ممكنه. وهنا برضو في سؤال يعني بيطرح نفسه، لو نفس اللي حصل ده حصل في المباراه للاهلي هل كان الموضوع هيعدي عادي؟ انا متاكد ان الدنيا كانت هتتقلب، وان دي مش اول مره يحصل مجاملات للزمالك. ومش فاهم انا ازاي حكم ما يدافعش عن نفسه ضد الاتهامات والحاجات اللي اتعرض ليها في المباراه، وازاي كمان ما يتكتبش الخناقات اللي حصلت في ارض الملعب، وازاي ما يتكتبش الشتايم والاهانات للعيبه اللي حصلت في المدرجات. كل الكلام ده عدى عادي. ليه؟ لانه الزمالك بمنتهى البساطه. فمن هنا يا جماعه بقول يا ريت نحب نفسنا شويه، يا ريت بلاش المجاملات ونكون على يعني مسافه واحده من الجميع. اللي يغلط يا جماعه يتحاسب، ما تبصوش للتيشيرتات، لا تبص للاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا تبص لاي حد. اللي يغلط يا جماعه بمنتهى البساطه يتحاسب، سهله وبسيطه يعني. بصوا يا جماعه، في خبر بدا ينتشر جامد دلوقتي عن احتمال رحيل امام عاشور عن الاهلي. الكلام اللي طالع بيقول ان في اهتمام كبير جدا من اكبر من نادي بره مصر، وخصوصا من الخليج، وده بعد المستوى الكبير اللي قدمه مع الاهلي الفتره الاخيره. هو بصراحه مش الفتره الاخيره خالص يعني، لان بمنتهى البساطه الاهلي كله الفتره الاخيره ما هواش احسن حاجه. بس هنا بقى في سؤال، لو امام عاشور مشي فعلا من الاهلي مين الاقرب انه يضمه؟ في كلام من اهتمام من انديه في الدوري السعودي، وبرضه في تقارير بتقول ان في نادي قطري بيتابع اللاعب من فتره. بس خلينا بقى نتكلم بصراحه، الاهلي اصلا مش من السهل انه يفرط في لاعب زي امام عاشور، خصوصا انه بقى من اهم عناصر الفريق في نص الملعب. واللي يخلي الموضوع ده ممكن يحصل بس هو عرض كبير جدا يخلي الاداره ممكن تفكر. بس هنا برضه في نقطه مهمه، امام عاشور نفسه عايز يمشي من الاهلي ولا مش عايز؟ فالسؤال ده ليك وجاوب عليه في التعليقات. لو عرض كبير جه لامام عاشور هل الاهلي يبيعه ولا يفضل متمسك بيه؟ ولان فعلا في احتماليه ان امام عاشور ممكن يمشي فعلا في اي وقت، خصوصا الانتقالات الجايه او بعد الموسم، ففي حاليا اسم دلوقتي بدا ينتشر بقوه، ابراهيم عادل. ابراهيم عادل من فتره كبيره وهو على رادار الاهلي، والاهتمام بيه مش جديد خالص. لكن المشكله اللي كانت دايما بتعطل الصفقه ان نادي بيراميدز كان دايما بيطلب ارقام ماليه كبيره جدا علشان يوافق ان هو يبيع اللاعب، وده اللي خلى الصفقه تقف اكتر من مره. لكن في نفس الوقت في اعجاب كبير باللاعب جوه الاهلي، وناس كتيره شايفه انه موهبه كبيره ويقدر يقدم اضافه قويه للفريق. كمان في كلام ان كابتن سيد عبد الحفيظ من الناس اللي شايفه ابراهيم عادل لاعب مميز وممكن يبقى صفقه قويه لو انضم الاهلي. ولكن هنا بقى السؤال برضه، لو امام عاشور رحل فعلا هل ابراهيم عادل يقدر يعوضه في الاهلي، ولا شايفين ان الاهلي لازم يدور على لاعب وسط بنفس الدور؟ بصراحه ومن غير مجاملات انا شايف ان امام عاشور اضافه قويه لاي فريق ممكن يروح، ولكن لما يكون اللاعب فعلا عايز يلعب وعايز يكمل. وانا شايف في الفتره الاخيره ان امام عاشور بعيد جدا تمام البعد عن مستواه، وده ليه؟ بمنتهى البساطه شفنا في الفتره الاخيره كلام كبير جدا ان امام عاشور عايز يمشي، وخصوصا لما اخوه نشر تويته وقال بالتوفيق يا اخويا، وده طبعا تلميح قوي جدا ان امام عاشور عايز يمشي او في خطوه جايه بيترتب ليها. ولكن برضه من مكاني هنا احنا كاهلي مش بيفرق معانا اي حد، والاهلي مش فريق لاعب واحد بس، الاهلي فريق منظومه كامله. فمع السلامه لاي لاعب عايز يمشي، اي لاعب ما يقدرش قيمه التيشيرت اللي هو لابسه. وها يا صديقي، حطيت اللايك ولا لسه؟
خلينا بقى نتكلم بصراحه شويه عن اللي بيحصل جوه النادي الاهلي. في كلام قوي جدا عن اعاده هيكله الكوره، وان الكابتن محمود الخطيب بدا يدي صلاحيات كبيره جدا لناس معينه تدير الملف، وانا بصراحه شايف ان الخطوه دي مهمه جدا بس اتاخرت شويتين. الاهلي نادي كبير جدا وضخم جدا وفيه بطولات ومنافسات على طول، وما ينفعش كل حاجه تبقى واقفه على شخص واحد بس مهما كان اسمه. والكابتن محمود الخطيب تتفق معاه او تختلف، طول عمره بيخدم النادي، بس طبيعي برضه انه مش هيبقى موجود في كل تفصيله طول الوقت. وعلشان كده بقى يا صديقي وجود شخصيات عندها صلاحيات حقيقيه زي الكابتن ياسين منصور او الاستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ ممكن يبقى خطوه مهمه جدا. ناس فاهمه وعندها خبره وفاهمه طبيعه النادي، وتقدر كمان تاخد القرارات بسرعه لما يبقى في ضغط مباريات وصفقات. لان زي ما انتوا تابعتوا الفتره الاخيره او سمه النادي الاهلي في الفترات الاخيره البطء يا صديقي. على مدار تاريخ النادي الاهلي بينجح لما يبقى فيه نظام واضح وتوزيع صلاحيات، مش لما كل حاجه تبقى متجمعه في ايد واحده. فلو الهيكله دي حصلت بالشكل الصح ممكن تبقى بدايه مرحله اقوى للنادي. بس السؤال بقى الاهم، هل الخطوه دي كفايه لوحدها ولا الاهلي محتاج كمان تغييرات اكبر في ملف الصفقات والفريق؟ الاهلي عنده مباراه يوم الاحد الساعه 11، مباراه اكون او لا اكون، مباراه لا تقبل القسمه على 2، مباراه المفروض انك انت تطلع منها بنتيجه ايجابيه، نتيجه قويه جدا. وده مش كلامي، ده الكلام اللي قاله المدرب يستروب مدرب النادي الاهلي. ده كلام قاله في المحاضرات بتاعته لما طلع بفيديوهات في المحاضرات بتاعته، قال يا جماعه الضغط عندنا مش احسن حاجه، وقال ان اللعيبه لازم ترحل، وان اللعيبه لازم تقرب من بعضيها، وان اللعيبه لازم تفتح لعبه لبعضيها. يعني ما ينفعش زميلك يبقى معاها الكوره ومش لاقي حد يبصيله او لاقي حد يمرر له الكوره. ما ينفعش انك انت تكون يعني في موقف صعب جدا في الدفاع، لازم خط الوسط يقرب من الدفاع وخط الهجوم يقرب من خط الوسط في المرحله الدفاعيه. يعني الخطوط بتاعتنا لازم تكون متقاربه. ما ينفعش نشوف المساحات اللي احنا شفناها في المباريات اللي فاتت. الفتره اللي فاتت حاجه والفتره الجايه دي حاجه تانية، والكلام ده انا شايفه مظبوط مليون في المية، حتى وان كنت مش متفق معاه في بعض الامور اللي حصلت في النادي الاهلي في الفتره الاخيره. ولكن احنا ما علينا غير ان احنا نقدم الدعم للفريق في المرحله المهمه والفارقه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. وسؤالي ليك يا صديقي في نهايه الفيديو، هل انت شايف ان الاهلي ممكن يقدر ان هو يتخطى الترجي ولا الموضوع صعب؟ ولو وصلت معايا لحد دلوقتي بتمنى انك تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس وتحط لايك للفيديو وتستنى كل الاخبار الجديده والحصريه اول باول. واشوفك على خير في فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.